فضائيين جايين يا حبيب اخوك، ولا لا 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 ده مش فيديو كده يوتيوب اللي هو يعني شافوا مركبه في حته وبتاع. الكلام دخل في الجد والجد قوي. طب يا معلم الموضوع بدأ منين؟ كان في فيديو انتشر كده من فتره لبنت كانت مسافره في طياره من تالاس تكساس لاورلاندو، وقبل ما الطياره تطلع كده لقينا البنت دي قايمه وبتزعق وبتصرخ وبتقول نزلوني من الطياره دلوقتي، وان الراجل اللي قاعد جنبها ده مش طبيعي، اللي هو مش بشري زينا. الفيديو ده انعرف جدا والناس كتير اتكلمت عنه، وبعدها البنت اختفت ما اتكلمتش بقى لها فتره. لكن عادي لا هم رجعوا تاني قالوا ان البنت موجوده بس واخده اجازه، وبعدين تطلع تتكلم في الموضوع ده بعد فتره يعني. هوبا يخش علينا فيديو تاني لمضيف الطيران في طياره في الصين. واحد من الناس اللي كانوا راكبين في الطياره شافها وهي بتغير البطاريات بتاعتها في ظهرها. بص يا صاحبي، من قبل ما تكمل الفضائيين هيجوا من الصين، ما خلاص هي كل حاجه بتيجي من الصين، فهي الدوله ديت مش عارف بتعمل فينا ايه. المهم فاحنا كل شويه عمالين نقابل حاله هنا وحاله هنا لظهور كائنات غريبه وحاجات زي ديت، عشان فجاه يا معلم الكونجرس يطلع يقول لك احنا هنعمل محاكمه عشان نتكلم عن موضوع الطائرات بقى والحاجات الفضائيه والمركبات والجو ده. اي حد عايز يدلو بشهادته فاحنا هنديله الامان الكامل عشان يعني ما يحصلوش اي حاجه وكده، لانه بيكشف اسرار. بالفعل المحاكمه دي تتعمل في يوليو 2023، هو الشهر لسه خلصان ده يعني دوبك من 10 ايام. عندنا مين بقى يدلو بشهادته؟ 2 طيارين تابعين للقوات الامريكيه البحريه، مسؤول استخبارات سابق، وده اللي لفت انتباهي بصراحه. في شهاده ديفيد كراوتش اللي هو مسؤول الاستخبارات السابق ده، قال لك ايه يا معلم بقى؟ وزاره الدفاع الامريكيه عامله مشروع سري من ورا الحكومه، ان هم وصلوا لحطام مركبه غير بشريه، لما قعدوا يفحصوها وكده لقى فيها مواد غير مطابقه للمواد البشريه او حيوانيه، يعني حاجه كده اول مره يشوفوها. والمفروض ان هم بيفحصوا المواد ديت وبيفحصوا المركبه وبيعملوا لها هندسه عكسيه، ان هم يعني بيفككوها ويشوفوا هي شغاله ازاي ويحاولوا يستغلوها او يستفادوا منها. لما حاول يعرف اكتر في الموضوع ده اتمنع، وصل له تهديدات انه ممكن يتاذي وكده. لما جم يسالوه هل معاك وثائق او دلائل على الحاجات ديت، قال لهم كل الاحداث والدلائل اللي انا عايز اتكلم فيها مش هينفع اتكلم فيها بشكل عام، هيتكلم فيها محادثات خاصه، انها صعب انه يتكلم في الموضوع ده ويتعرف للناس عادي كده. فيعني احنا لسه بنبدا في الحوار اهوت ونشوف الدنيا واصله معاهم على ايه. السؤال بس الوحيد اللي يحيرك يعني هو ليه الفضائيين بيظهروا في امريكا بس؟ يعني هو بقيه الدول قليله، يعني روسيا مش واكله معاهم الجو، مالها مصر برضو ما يعني يجوا هنا ويشرفونا وينوروا عادي يعني مفيش اي مشكله. عموما يا باشا الاهم دلوقتي ان انت لو عجبك الفيديو المفروض تعمل لايك على الفيديو، تعمل فولو على القناه لو انت عايز بقى ايه تشوف بقيه الفيديوهات الجايه وعجبك المحتوى وكده. بس يا معلم اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.